يشرفنا اليوم في حفل تكريم الأمهات المثاليات أن نستقبل القامة الرفيعة، قائد جمع بين حكمة الإدارة وصدق الانتماء، وبين قوة القرار واحترام الإنسان، وكان دائما سندا حقيقيا لكل جهد يبذل. والآن نلتقي مع الأستاذ عادل عبد الفتاح رئيس نقابة العاملين بجامعة الإسكندرية، فليتفضل سيادته لإلقاء كلمته. فليتفضل. في كل فريق ناجح هناك شخص حاضر في التفاصيل الدقيقة وسابق بخطوة، وسنده الحقيقي هو الإخلاص في العمل، إدارة بحكمة، وتنظيم بدقة، وجهد لا يهدأ. يشرفنا اليوم أن نستقبل واحدة من الأعمدة الأساسية للنقابة، إنها الأستاذة نجلاء أنيس أمين الصندوق المساعد، فلتتفضل مشكورة لإلقاء كلمتها. فلتتفضل. في ميادين العمل العام تتجلى شخصيات استثنائية، حضورها يبعث الطمأنينة، وعطاؤها يحدث فارقا، وإخلاصها في العمل يقدر ويحترم. شخص عرف كيف يجمع بين العمل الجاد وبين المسؤولية، وكيف يجعل من كل مهمة فرصة لصنع أثر طيب وبصمة لا تنسى. إنه الأستاذ طارق بكري نائب رئيس النقابة، فليتفضل سيادته. هناك رجال يتركون بصمة قبل أن يذكر اسمهم، حضورهم يشع طاقة. رجل يعرف كيف يجعل من كل مهمة رسالة، ومن كل عمل إلهاما للآخرين. لا يعرف الكلل، لا يعرف التوقف، لا يعرف إلا أن يقدم كل ما لديه بروح وتفان. رحبوا معي بالأستاذ باسم طنطاوي أمين الصندوق، فليتفضل لإلقاء كلمته. امرأة استثنائية تعرف كيف تجعل العمل فنا، وكيف تحول كل مهمة إلى إنجاز حقيقي يترك أثرا لا ينسى. امرأة تعرف كيف تحول من كل تحد إلى فرصة، وكل عمل إلى رسالة. يشرفنا أن نستقبل الأستاذة هالة سليمان الأمين العام للنقابة، فلتتفضل. رجل جمع بين المصداقية والاحترام وكرم الأخلاق وروح التقدير لكل من حوله. رجل عرف كيف يجعل من كل تفصيلة صغيرة في العمل قيمة لا تنسى، ومن الدقة منهجا، ومن الجهد إخلاصا يترك أثرا واضحا. يشرفنا اليوم أن نستقبل الأستاذ أيمن الحوفي الأمين المساعد للنقابة، فليتفضل لإلقاء كلمته.